بيبدأ الفيلم بحدوتة بتتكلم عن مدينة كنداك واللي ليها حضارة من قبل الفراعنة بحوالي 2600 سنة قبل الميلاد، وكانت مدينة قوية جدا ومتطورة. لكن بعد شوية غزاها ملك اسمه أتون ودمروا البلد على الآخر، وخلوا ناس كتير تشتغل في محاجر فيها مادة اسمها أترونوم عشان الملك أكتون يعمل بيها تاج من نوع معين يقوي وجوده على العرش. وبعدها بقت كنداك محتلة من عصابات مرتزقة بتتضايق وتأذي كل اللي فيها بكل الأشكال. في يوم العمال بيشتغلوا بيلاقي واحد منهم قطعة أترونوم كبيرة وبيحاول ياخدها ويجري بيها لواحد من الحراس ويقول له ان عاوز مكافأة من الملك، لكن الحارس بيقرر ان يديله مكافأة، وبتكون المكافأة ان بيموته وبيرميه من فوق الجبل. وكان هيموت كمان شاب صغير كان شغال جنبه وبيحميه وبيقول له اكيد في حل بعدين، بس الشاب الصغير ده مش بيقتنع وبيقول لعمال المنجم ان كنداك مليانه ابطال وانه زعلان على موت الراجل الغلبان اللي لقى الاترونوم، وبيتقبض على الشاب الصغير ده وبيقرروا انهم يعدموه. بس لما بيجوا يعدموه بيختفي، ودي بتكون معجزه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مجلس سحرة العالم تحت الارض واللي بيقولوا على تعزيمه وبيقفلوها بكلمه شازام، وده عشان يكون واحد من اصحاب القوة الخارقة في العالم. وبنوصل للوقت الحاضر وبنشوف لجنة تفتيش في الشارع بتوقف عربية فيها 3 تفتش على بطاقات الهوية بتاعتهم، وبيقابلوا ولد بيكون عايز يقعد بس اللي واقف في التفتيش بيعطله وبيتخانق معاه الولد الصغير ده وبيسيبه وبيجري. وبيكون ال3 اللي اتفتشوا من شوية معاهم واحدة ست مخبيينها في شنطة العربية اللي هم فيها، وبيقرب منهم الولد الصغير وبيقول لهم ان عاوز يروح معاهم، فبتقول له الست ما تعملش فيها بطل وروح العب بعيد. وفعلا بيروحوا ال3 سمير وكريم واسماعيل ومعاهم الست ادريانا المنطقة بين الجبال علشان يدوروا على تاكس باك اللي كان مع الملك اكتون عشان يقبضوا على المرتزقه اللي مالين كندا. تكون ادريانا هي اللي داخله الكهف الاول وبتحاول تاخد بالها من الطريق اللي ماشيه فيه، وبيستنى كريم بره، واللي هو في العربيه بيلاقي سمير مرمي من فوق الجبل بدون سابق انذار. ولما بتسال ادريانا عن سمير بيرد عليها اسماعيل اللي معاه ان سمير قرر يخرج يشم شويه هوا عشان جوه الكهف خانقه. واول ما بتقرب من التاج وبتاخده فعلا بتلاقي ناس بيهددوها عشان ياخدوا التاج منها، لكن بتحاول انها تشغلهم وتقول لهم انها عاوزه تقول لابنها حاجه، وبتقرا تعزيمه عليهم وبتقول في الاخر شازام. وفعلا بتستحضر شخص قوي جدا وفعلا بيضربوا عليه نار، لكن مفيش اي حاجه بتحوق فيه خالص وبيضربهم كلهم. وبتجري ادريانا بسرعه وبتطلع مع كريم بالعربيه وهي بتحكي له على اللي حصل جوه الكهف، وبيكون وقتها خرج الشخص الخارق ده من الكهف وفي دعم كبير قوي جاي عشان يموته، لكن هو بيعمل حركه غريبه بتوقف الزمن ثواني، بيغير فيها نظام المعركه وبيخلي الاسلحه والصواريخ تدمر كل العربيات بتاعت الدعم وبيخرج منها سليم. وبيكون وقتها اسماعيل جوه الكهف بيموت اللي عايشين من القوات اللي جت تموت الشخص الخارق ده، وبيقول لهم ما اتفقناش انكم تضربوني، وبنعرف انه كان جاسوس على ادريانا وهو اللي سلمها وبلغ عنها انها جوه الكهف. بعدها بنشوف حوار بين 2 من المسؤولين عن قوات الدعم، وكلم الست عن الشخص اللارج ده وانه بقاله 5000 سنه نايم وانهم لازم يخلصوا عليه بسرعه. وبيوافق على كلامها واحد اسمه كارتر وبيكون مسؤول عن تجميع الفريق اللي هيموت الشخص الخارق ده، واولهم بنت اسمها سيكلون، ودي بيكون عندها قوه زي قوه الاعصار بالظبط تقدر تدمر بيها اي مكان مهما كانت قوته. وكمان واحد تاني اسمه آل، وبيكون ده في الطريق لمركز العمليات مع كارتر عشان يحضروا خطه الهجوم على الشخص الخارق ده. وكمان بيكون في الطريق الدكتور فيت اللي بيكون عنده تنبؤات كتيره جدا وبيكون من الابطال الاقوياء جدا في محاربه الخارقين. وفعلا بيطلعوا بطياره على الكائن اللي فيه الراجل الخارق اللي اسمه ادم عشان يخلصوا عليه، واللي بيكون وقتها نايم وعيان جدا، وبيصحى يلاقي نفسه في بيت ادريانا وبيحكي له امون ابنه ازاي جه هنا، وبيعرف انه لازم يخلص من العصابه اللي موجوده في كنداك. وفعلا بيخرج من اوضه امون وكله حماس لدرجه انه بيكسر حيطه من البيت، وكريم من الخضه مش بيتحرك من مكانه. وبيكون وقتها الفريق اللي جمعه كارتر بيرتبوا اللي هيعملوه مع ادم، واللي بيكون وقتها بيتحرك ناحيه التمثال بتاعه في وسط مدينه كنداك. وبيكون وقتها امون ماشي بالسكيت بتاعه في الشارع بعد ما خطف لاسلكي من واحد من العصابه، لكن بيمسكوه لما بتيجي ادريانا تدافع عنه من العصابه. بيعرف واحد منهم انها هي اللي سرقت التاج، لكن بتضربه قبل ما يقبض عليها. وبيكون وقتها وصل ادم واللي بيضرب الاثنين اللي كانوا هيقبضوا على ادريانا. بعدها بيكون وصل الفريق بتاع كارتر وبينزلوا على الارض وبيعملوا حوار على ادم انهم جايين يحققوا العداله وانه لازم يستسلم احسن له. وبتدور معركه قويه بين ادم وكارتر وكل واحد فيهم بيحاول يثبت قوته، وبتنزل سيكلون من الطياره عشان تساعد كارتر، وفعلا بتحاول انها تحاصره بحته حديد بتلفه حواليه لكن هو بيقدر يطيرها. وقتها بيكون آل وكينيت نزلوا ارض المعركه معاه، وبيكون كينيت عباره عن اكتر من شخص بيضربوا ادم في وقت واحد لكن هو بينتصر عليهم. لكن بيقرر آل ان ينزل من الطياره وبيضرب مكان ادم ضربه قويه، وبيفتكروا انهم خلصوا منه، لكن هو بيخرج من تحت الارض وبيضرب آل ضربه قويه بتخلي كارتر يبعد عنهم بسرعه. وبتتكلم مع ادريانا بعدها وبتحكي له عن تفاصيل المعركه اللي دارت بينه وبين اكتوم ملك كنداك الشرير وانه هزمه في الاخر. ولما بيروح امون ابن ادريانا على البيت عشان يخبي التاج هناك بيلاقي اسماعيل بيهدد كريم وبيجري ورا امون عشان ياخد التاج، لكن امون بيحاول يهرب منه. وبيكون فريق كارتر لسه بيساوم ادم ان يوافق انه يقبضوا عليه وهو مش موافق، وبيحاول اون ان يهرب لكن اسماعيل بيمسكه مش بيلاقي التاج معاه، فبيقرر ان يخطفه في دراجه طايره لحد ما يعرف التاج فين. وبيقدر انه يتصل بادريانا وبيقول لها انه خطف، وبيقرر بلاك ادم ان يطارد اللي خاطفينه وبيوصل
لواحد منهم وبيضربه ومش بيلاقي امون وبيكمل مطارده ورا الخاطف التاني وبرضه بيعرف يلاقي امون، لان اسماعيل خطفه وعمل تمويه عشان بلاك ادم ما يعرفش يوصل له. وبيروح بلاك ادم على بيت ادريان وبيلاقي هناك دكتور فيت اللي بيكون مستني ادم، وبيوصل بعدها كارتر مع الاثنين اللي كان بيطاردهم بلاك ادم، واللي بيقرر بلاك ادم ان يهددهم عشان يقولوا على مكان امون وموجود فين، وبيعرف فعلا مكان اللي خاطف فيه اسماعيل الطفل امون. لكن برضه بيحصل كلاش بين بلاك ادم وبين كارتر في بيت ادريانا، لان كارتر بيقول عليه كلام مش كويس، وبيقرروا في النهايه انهم يركبوا الطياره بتاعت كارتر عشان يعملوا خطه لانقاذ امون. واول ما بيقولوا اسم بلاك ادم بيلاقوه مش موجود لانه بيكون سبقهم عشان ينقذ امون، وفعلا بيوصلوا له لكن بيهددهم اسماعيل ان هيموت امون، وفعلا بيضرب عليه رصاصه، لكن بيقدر بلاك ادم في جزء من الثانيه ان يساعده ويبعد الرصاص عنه. لكن بيقرر اسماعيل ان يلبس تاج سباك وبيحصل انفجار قوي جدا وبيختفي اسماعيل. وبعدها بيقتنع بكلام كارتر بعد ما بيحكي لهم ان حاول ينقذ ابنه هاروت اللي نقل له القوه دي، وبيستسلم فعلا، وبيقبضوا عليه وبيودوه المكان عشان يحبسوه. فعلا بيعملوا كده، لكن بيكون اسماعيل لابس تاج سباك عشان يحضر الملك الشرير واللي فعلا بيظهر وبيهاجم كارتر وبيضربه جامد جدا، وده بيخلي دكتور فيت هو اللي يتدخل ويفدي كارتر بنفسه. وبتدور بينه وبين سباك معركه جامده جدا يحاول فيها فيت انه يستدعي بلاك ادم اللي بيسمع كلام فيت وبيخرج من المكان اللي محبوس فيه. وبتكون كنداك وقتها مليانه بالوحوش اللي تابعين لسباك، لكن بيحاول امون ان يجمع سكان كنداك واللي فعلا بيسمعوا كلامه وبيموتوا الوحوش بتاعه سباك. وبيكون وصل وقتها بلاك ادم واللي بيقدر انه يموت سباك ويخلص عليه. وبيكون فريق كارتر مبسوط جدا باللي عمله بلاك ادم وانه موت سباك وخلص كنداك منه ومن اعوانه الاشرار. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.